بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم أحبائي وحلقة جديدة بعنوان ظهور النجم الأحمر في السماء للعالم، وهو المعروف بكوكب نبرو أو النجم الطارق، وهو نجم عملاق حجمه أكبر من حجم الأرض بعدة مرات. وهذا النجم عندما يقترب الأرض سيثقب الغلاف الجوي للأرض. يعني هنتخيل حالة ماذا يحدث للأرض عندما يقترب منها هذا النجم الأحمر الذي ورد ذكره في الأثر وكثير من روايات العارفين، وارتباط ظهور المهدي المنتظر بهذا النجم. أحبائي، قبل الدخول في تفاصيل الحلقة، يعني كالعادة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا لأمر. هو نجم عملاق، يعني حجمه أكثر من حجم الأرض بعدة مرات. عندما يقترب من الأرض سيثقب الغلاف الجوي للأرض، وبعدها سيقذف نيازك على الأرض. وهذا الوحش العملاق هو السبب أحبائي في كل ما نعانيه الآن من تغير مناخي أو احتباس حراري وفيضانات وسيول وزلازل وبراكين، وكل الكوارث التي تحدث نتيجة اقتراب هذا النجم. حوادث مختلفة في جميع أنحاء العالم. لو قلبت الأخبار في كل أنحاء العالم لا تخلو بلد من حادثة. وكلما يقترب للأرض سوف تحدث كوارث أكثر من التي تحدث الآن. وللأسف البعض في غفلة عن هذا الأمر العظيم، ولكن قريبا سيعلن عن نفسه بنفسه لجميع البشرية في الأرض وبعضها، ويصدم النائمين والغافلين. لا أخوفكم أحبائي ولا أرهبكم، ولكن أحب أن أقول لكم أن هذا الوحش العملاق هو الذي ذكره الله في القرآن الكريم في سورة الطارق. اقرأوها. وأحبائي، تحدثت لا أعرف هنا في تلك القناة وفي القناة الأخرى عن بداية عام 2021، ووافق يوم 17 من التقويم الهجري اليوم المكروه من الماسونية. وهذا اليوم يوافق عدد آيات سورة النجم الطارق. فهل هذا صدفة أم أن هناك شيء إلهي يدبر؟ هذا الوحش أحبائي هو عقاب إلهي من الله بسبب الفساد والظلم الذي ملأ الأرض. نعلم ماذا وقع على الأمم السابقة الهالكة في القرآن الكريم من عقاب بأشكال مختلفة. النجم الطارق سوف يجمع كل تلك الأشكال معه، يعني هنجمع عقاب كل الأمم، لأننا يعني أتينا يعني ذنوبنا فاقت تلك ذنوبهم بمراحل، بل أتينا بذنوب كل الأمم، ولذلك حق علينا العقاب. ولكن هو لن يثقب الأرض، ولا من سيمر بالقرب من الأرض بصورة وسرعة وصوت ومجال مغناطيسي سيخلب قطبية الكرة الأرضية ومجالها المغناطيسي ليرتفع منسوب المياه. طبعا يرتفع منسوب المياه وتغلي ويحدث ذوبان في الجليد ويعم فيضانات في الكرة الأرضية. القارة الوحيدة الأقل تضررا هي قارة أفريقيا، وستعود الحياة ولكن بعدد سكان في العالم أقل،
وتبدأ حرب الديانات من جديد، ويبدأ ظهور المهدي. ما بخصوص الطارق سمي بهذا الاسم لصوته المرعب الفتاك، ونظرا لكونه يطرق الأبواب في مجيئه لتمهيد الكوكب للمهدي، وسوف يعود ليثقب الأرض كما في سورة الطارق، ولكن ليس هذه المرة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. من العلامات أحبائي إخبار جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتالي. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن تسارع الزمان نتيجة لتسارع دوران الأرض وتباطؤ الزمان. هيتباطأ الزمان في آخر الزمن، وإحنا حاليا في مرحلة التسارع. مرحلة التسارع نحن قريبين أيضا من مرحلة التباطؤ. بنشوف يعني اليوم بيعدي يعني كساعة، والأسبوع كشهر، والشهر كسنة، وفي سرعة غريبة نتيجة لتباطؤ سرعة دوران الأرض، حتى تعود أيامنا كأيام عاد في الطول، وحتى يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج مهدي آل البيت. هذا هو اليوم المعلوم، يوم الصيحة، يوم الخروج، يوم الاختيار، إما الساعة وإما العذاب، قيامة وقودها الناس والحجارة. أحبائي، تم اكتشاف مكعب غامض يدور حول الشمس، وأثار هذا المكعب جدل كثير في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هل هو النجم الطارق؟ هل هذا الجسم الغريب الذي يدور حول الشمس هو النجم الطارق؟ ناسا لم تعطي رد في هذا الأمر، ولكن في علماء مثل وارل يتحدث عن اكتشاف هذا المصدر، والصورة التي تم التقاطها لي تم حذفها. لا شك أنه قد يكون الطارق بنسبة كبيرة. أنا نشرت فيديو في القناة الكبيرة لهذا النجم. يعني احنا داخلين على الأمور، علينا أن نكون في حذر شديد منها. أيضا علينا الدخول في طاعة الله. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.